السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في الدرس السادس من دروس الوورد. إن شاء الله هنكمل موضوع النماذج. وعرفنا أن النماذج هي عبارة عن ملفات سابقة الإعداد وتحتوي على كتابات بشكل افتراضي وبتنسيق معين، كما يمكن أن يحتوي النموذج على مجموعة من الصور أو الرسومات أو التخطيطات. هنشوف دلوقتي مثال لاستخدام النماذج في المستندات. نختار طبعا نموذج من قوالب عامة، زي ما احنا قلنا انه في فتح مستند جديد البرنامج افتراضيا بيدينا اخر 4 اسماء للمستندات اللي كانوا مفتوحين في البرنامج في التطبيق. هنا في القوالب زي كده بالظبط بيدينا اخر اسمين للقوالب كانوا مفتوحين في في التطبيق. نضغط قوالب عامة، فتح نافذة قوالب للاختيار منها. على افتراض ان احنا مثلا عايزين نكتب خطاب لهيئة معينة واحنا مش عارفين ازاي الصيغة بتاعت الخطاب دي، فبيساعدنا القوالب في اختيار صيغ معينة للكتابات. اختار مثلا letter والموافق. هنا بيدينا كتابات افتراضية لهذا الخطاب. هنا بيطلب مننا نكتب عنوان مرسل هذا الخطاب. انقر هنا واكتب عنوان المرسل. نضغط ونكتب مثلا سوهاج طهطا شطور. اسم الشركة او الهيئة نكتب نظلل ونكتب مدرسة شطورة إعدادية الجديدة المشترك. لاحظوا حضراتكم ان التنسيق الكتابات بيختلف. تنسيق الكتابات هنا في الخط بيختلف عن هنا حسب مكان الكتابات، سواء كانت عنوان او عنوان رئيسي او عنوان فرعي وهكذا. هنا بيدينا التاريخ، بيدينا مثلا لو احنا مثلا التاريخ او اي تنسيق من التنسيقات دي احنا مش عايزينه، ممكن بسهولة خالص نمسح الجزء اللي احنا مش عايزينه. مثلا الجزء ده مش محتاجين له في الخطاب بتاعنا، بنظلله مفتاح باك سبيس من لوحة المفاتيح، نضغط عليه بنزيله. حضرة السيد المحترم او السيدة المحترمة ونكتب رسالتنا. نظلل الجزء ده ونكتب رسالتنا. مثلا نرجو مثلا على افتراض طبعا انه احنا بنخاطب بالادارة التعليمية مثلا، ونكتب حضرة السيد المحترم او السيدة المحترمة مدير الادارة التعليمية بعد التحية ونكتب نص الرسالة. مثلا نرجو من سيادتكم التكرم
بالموافقة على قيام رحلة إلى مدينة سوهاج وذلك لزيارة المعالم الهامة بالمدينة. ولسيادتكم جزيل الشكر. مع إخلاصي طبعا موجودة. انقر هنا واكتب اسمك، ممكن نظلل ونكتب الاسم. انقر هنا واكتب اللقب او المهنة. انقر هنا واكتب شعار للدعاية، مثلا نكتب المدرسة تشارك في مشروع الجودة والاعتماد على المدرسة. بعد كده ممكن ننسق هذه الكتابات بشكل ما. بالشكل اللي يريحنا. نكبر بعض الكتابات. المهم انه القالب بيدينا شكل منسق مسبقا للمستند، وبيسهل علينا صياغة هذا المستند. بعد كده بنحفظ هذا المستند القالب اما من على شريط الادوات قياسي او ملف حفظ باسم رسالة معاصرة. مثلا نختار مكان الحفظ، مثلا المستندات، مثلا رسالة مثلا إلى الإدارة، ونضغط حفظ. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.